جديد هو في يعني انا ما اعرفش اذا كان قال الكلام ده ولا لا. هو موظفين في الاداره القانونيه راحوا الاتحاد الكوره وقالوا انهم صرحوا التصريحات دي. انا البيان عند حضرتك موجود عندي يا فندم. بقول باختصار شديد نادي الزمالك نادي الوطنيه الكرامه ما بيرجعش في كلامه. احنا اتنازلنا بس كان لنا سؤال يا استاذ سيف النهارده. سؤال كويس ولا مش كويس؟ لا سؤال كويس. طيب اتفضل يا فندم. دلوقتي في لجنه برئاسه المستشار ضياء. تمام. احنا قدمنا تنازل مكتوب وطبعا كل الناس قريته وحضرتك قريته وكل الناس قريته واخد بالك. بنعبر فيه ان احنا طبعا يعني بنعمل ده علشان حبا للوطن واخلاص للوطن. لان اصغر واحد في جمهور الاهلي قبل الزمالك انا خايف على اصابته بسبب يحصل احتقان بين الناديين. 100 تمام. النادي الاهلي طلع بيان قال انا رافض التنازل، انا موافق خلاص. حضرتك ما يطلعش بيان، حضرتك تبعت للجنه بتاعه التظلمات تقول لها انا رافض التنازل كتابة. انت لغايه دلوقتي مش رافض التنازل قدام اللجنه عشان حضرتك لكل حديث مقام. دلوقتي حضرتك رافض يبقى اذا هنتكلم في القضيه من اول وجديد. حضرتك موافق على التنازل، اكمل بس يا استاذ. اتفضل. حضرتك موافق على التنازل ومقدر تنازل الزمالك حفاظا على الوطن واحتراما لوزير الشباب والرياضه محترم كان ليه دور كبير ومؤثر قبل ما يطلع مع الاخ خير رمضان. مش قصه واحد قال لي ربنا يهديك فقلت له خلاص يا رب ربنا يهداني بتنازل. ده كلام طبعا هزار وتهريج وربنا يهدينا كلنا طبعا. اتمنى ربنا يهدينا كلنا. لكن النهارده بقى رئيس اللجنه عمل شيء محترم جدا. بعت للنادي الاهلي جواب. قال له رد يا نادي اهلي على ضوء تنازل الزمالك. على ضوء ايه؟ تنازل الزمالك. حضرتك بقى ترد، حضرتك مش عايز التنازل اقول له لا مفيش تنازل. انا طب يا فندم انا ليا رجاء. اتفضل. حضرتك رجل قانون كبير. اتفضل. وما في مشكله لاعلامي غير حضرتك بتكون موجود في المحكمه بتخلصها. الحمد لله. الموضوع دلوقتي يا فندم في ايد مجموعه من مستشارين مصر المحترمين اللي حضرتك تثق تماما فيهم. يا فندم حضرتك تثق تماما فيه. من بعض الكلام اللي اتقال للاسف يعني من بعض الاخوه. ما احنا مش عايزين نقوله يا فندم. انا ما بسمعش الكلام ده. انا كنت رئيس محكمه واحد يقول لك اصل القاضي ده بيدي براءات في كذا. ما بسمعش الكلام ده اصلا. تمام. دلوقتي يا فندم رجاء بس الموضوع محتاج هدوء. هم هياخدوا قرارهم، هيبعتوا للزمالك هيبعتوا للاهلي. انا بوضح لك بعض المواقع كتبت تصريح منسوب لموظف في الاداره القانونيه تم ايقافه عن العمل واحالته للتحقيق. كلام محترم جدا. انه يتكلم باسم الزمالك لما بيتنازل ما بيرجعش في كلامه. الزمالك لما يدي كلمه هي كلمه. طبعا يعني انا من 3 ايام لما اتنازلت كنت خايف على الوطن وحبا وخلاصا للوطن. بعد 3 ايام هقول يحرق الوطن. لا احنا تنازلنا وبعت البيان بالكلام ده وبعت اتحاد الكوره كمان تاكيد للتنازل زي الفل. وتحول الاثنين الموظفين بتوع الاداره القانونيه للتحقيق وتم ايقافهم. انا بتكلم في سؤال واضح. النادي الاهلي المحترم العظيم العريق حضرتك بعت لك حضرتك موافق على التنازل. هيرد بقى هو هيرد يا فندم بقى على لجنه التظلمات والموضوع في لجنه التظلمات. ما فيش بيانات. انت ابعت ورقه رسمي قول انا مش موافق. ليه؟ لانك مش موافق هروح نحضر. حضرتك موافق يبقى القصه انتهت والفيلم انتهى واللاعب انا اسف يعني ولا يساوي 5 سجل عندي ولا عند النادي الاهلي ولا اللاعب دون هيجيب بطوله للاهلي ولا هينقص بطوله للاهلي ولا هيجيب بطوله للزمالك ولا هينقص بطوله للزمالك. ويظل الاهلي والزمالك فوق الجميع. انا بس بقول لميدو ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. وان شاء الله. شيكابالا خلصته يا فندم ولا لسه؟ نعم. شيكابالا خلاص؟ شيكابالا العقد خلاص بنمضيه احنا. واعتقد في وفد جاي او مندوب جاي. طبعا العلاقه المحترمه اللي بيننا وبين النادي الاسماعيلي واخد بالك واحنا سعداء. وشوف بقى الادب والاحترام. لما جينا نتعاقدوا مع ميدو رئيس النادي سالني شوف الادب شوف الذوق واخد بالك. مش نخطف لعيبه نخطف مدرب. شوف الاستئذان. صلى على النبي يا فندم. دلوقتي ليا سؤال بقى. هو انت كل حاجه تاخدها على الناحيه الثانيه ليه؟ معلش يا فندم صلى على النبي والنبي عشان خاطر عايزين انا ليا سؤال والنبي. انا ليا سؤال بقى مهم. ثانيه اجيب مدير فني لنادي الزمالك. ميدو كان السنه اللي فاتت مشروع مدير فني. السنه دي مدير فني كفء. انا بقول لك مش بجامله طبعا واخد بالك. ولما طلب منا احمد سمير فورا يعار لما طلب شيكابالا مش عشان بعض. ما يا فندم في مشكله دلوقتي. حضرتك اديت له كل حاجه واديت لهم احمد حسام ميدو واديت لهم كلام زي العسل وقصه كويسه. جه الاهلي جه الاسماعيلي قابل الزمالك ولا قدر الله في اي حاجه. هيفضل شهر العسل ده شغال بقى ولا الامور هتختلف؟ شوف قبل ما اتولد انا انا ما اعرفش اتولدت امتى. قبل ما اتولد العلاقه اللي بين الاسماعيلي والزمالك علاقه بديهيه. يا اخي انا اتجوزت في الاسماعيليه وعملت